السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اول حاجة حابب ان انا اشكركم على الدعم في الفيديو اللي فات، بصراحة حاجة محترمة جدا، واتمنى ان احنا نستمر على ده، واوعدكم تشوفوا محتوى قوي جدا خلال الفترة اللي جاية. فيديو النهاردة بعد ما شرحنا في الفيديو اللي فات عن اهم مواقع الاي اي، هنتعلم النهاردة احسن طريقة تستغل بيها الاي اي في شغلك، بحيث ما تأثرش على مستواك ولا توقف دماغك سواء دلوقتي او بعدين. فيلا بينا. بص يا صديقي، قبل الاي اي كانت البروسيس بتاع التصميم او الورك فلو هو المخطط اللي موجود قدامك على الشاشه ده. اول حاجه ان انت بتبدا تشوف البريف، كرييتيف بريف او كونتنت بلان، او المحتوى بتاع التصميم اللي انت هتشتغل عليه بشكل عام. بعد كده تبدا تفهم البريف وتحلله وتعرف ايه المسج من التصميم، من الاودينس بتاعي، ايه الرساله، الحاجات دي كلها. تاني حاجه ان انت تبدا تعمل ريسيرش ومود بورد، وقلنا زي ما وضحنا قبل كده عشان ده السبب في ان انت هتشوف التصميم اللي قدامك، ان انا شخصيا لما باجي اعمل تغذية بصرية بعمل تغذية بصرية في اتجاهين. اول اتجاه في تصميمات اوريدي اتعملت قبل كده، تاني اتجاه في الاستوكات على مواقع الستوك ايمج، لان استوكاية واحدة ممكن تفتح لك فكرة كامبين كاملة، ممكن تملى عليها الفيجوال كامل زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما بتبدأ تعمل المرحلة دي بتبدأ تخش في مرحلة الأفكار، سواء بقى أنت كنت بتعمل سكتشات تبدأ تكتب الأفكار عندك، تعمل برين ستورمينج، أيا كان الطريقة اللي أنت بتستخدمها في أن أنت تطلع الأفكار بتاعتك. المرحلة رقم 4 وأن أنت بتبدأ تحمل الأسيتس بتاعتك أو الاستوكات اللي أنت هتستخدمها. بعد كده تبدأ تفتح السوفت وير بتاعك وتحمل استوكاتك. طيب الورك فلو دي لازم تفضل زي ما هي كده، ما ينفعش ان انت تغيرها. وعشان كده انا بحب دايما اوضح للناس اللي بتستخدم الاي اي ان انت اعمل كل ده في اي تصميم انت بتعمله، لان صدقني على المدى البعيد بيفرق جدا موضوع التغذية البصرية، وبيفرق جدا في ان انت تعرف تلاقي حلول للحاجات اللي انت بتدور عليها، وان انت تعمل تصميمات بافكار مختلفة غير اللي موجودة. تمام. الاي اي المفروض ادخله في انهي مرحله من دول، او التركيز الاكبر عليه ان هو يدخل في المرحله رقم 4. ان انت بدل ما كنت بتقعد تدور وقت طويل جدا ان انت تلاقي استوكات، هو خلاص الاي اي بدل ما كنت تقعد وقت طويل في ان انت تعمل حاجه 3 دي، الاي اي قال لك انا هعملها لك. وده كلامي معناه ان انت ما تجيبش تصميم تقوم جايب البرومت بتاعه وحطه على ايمج اف اكس واخد تصميم تاني حاطط المنتج بتاعك، ولا ان انت تجيب صورة على بنترست تقوم جاي مستخدم اي موقع في ان انت تغير المنتج الموجود بالمنتج بتاعك. ممكن ادخل الاي اي في المرحله رقم 3 زي ما انت بتستعين بشات جي بي تي في ان هو يساعدك في موضوع الافكار، او يطلع لك كيوردز معينه تبدا ان انت تسيرش عنها. انا لما جه اتطلب مني تصميم لمنتج الميه عن يوم التاسيس، دخلت على بنترست قعدت اشوف تصميمات كتير جدا على يوم التاسيس، لقيت ان 90% من التصميمات بيوظفوا المباني بتاعت السعودية التاريخية. تمام، يبقى انا كده معايا طرف الخيط. وزي ما قلت لك بحثت في الاستوك، بتبحث بالاستوكات، طلعت لي الاستوكايه دي هي اللي فتحت لي فكرة التصميم كله. لما لقيت ان النخلة معمولة بالافكت ده، قلت طب انا ما اجيب المباني بتاعت السعودية اعملها بنفس التأثير ده. وعلى طول رحت على شات جي بي تي، بدأت أول حاجة أحمل بقى الاستوكات بتاعتي اللي أنا هستخدمها، أشوف الناس بتستخدم إيه. فلقيت إن هم بيستخدموا المنطقة دي، معرفش اسمها الدرعية تقريبا، والابراج بتاعتهم في اماكن مختلفة، الرياض والخبر والكلام ده كله. حلو. فرحت على شات جي بي تي ورفعت له الصورة دي، قلت له بص انا عايز الصورة التانية تكون معمولة بنفس شكل الصورة الاولى، افكت التل. فطلع لي صورة المبنى ده، هوبا اللي بعده طلع لي اللي بعده، هوبا اللي بعده. خلصت كل الكلام ده، عملت الدرعية لدرجة ان انا جبت جمل وقلت له اعمله لي بنفس الافكت. خلاص انا كده وصلت لفكرة قوية جدا. طيب قبل الاي اي كنت عشان تعمل صورة زي دي كنت هتعملها ازاي؟ يا اما هتعملها 3 دي فتقعد تعمل فيها 3 4 ايام، يا اما هتقعد تجيب البرج وتقعد بقى تحط تيكتشر تلج وتلعب في المود بتاعها، وتجيب فرش تقعد تعملها على الحواف اللي هنا والحاجات دي كلها. طب ده بقى اسهل، بدل ما كنت تقعد تعمل في التصميم 3 ايام هتعمله في ساعتين 3 بس. دي ما عطلتش، دي اللي اشتغلت، ده اللي شغل الاي اي مش الاي اي اللي شغله. وعلى طول فتحت التصميم بتاعي، حطيت الباك جراوند بتاعتي وظبطت الباك جراوند، حطيت فرشة بيضة في النص وعملت جريدينت من فوق من لون البراند التاني، وعملت فرشة بيضة في النص. بعد كده قلت طب انا كده عندي المباني، بس ناقصني بقى الحاجة دول هيتحطوا على ايه؟
فقلت ان انا هجيب قطعة من التلج كده، هتبقى دي البيس اللي عندي وهتبقى الابراج وراه. ودي برضو جبتها من شاتر ستوك، في ان انت لما تكتب سنو بيس هيطلع لك حاجات كتير، تبدأ تدور هتلاقي الاستوكات دي وسطهم. وقمت جاي قصصها وحاططها في التصميم عندي. تمام. بعد كده بدأت اضيف الابراج اللي عندي، فحطيت الدرعية ورا، وحطيت البرج بتاع الرياض، وحطيت البرج بتاع الخبر، وحطيت البرج تاني اللي عندي في النص ده. تمام كده انا عملت التكوين بتاعي بنسبة 90%. بعد كده حطيت النخلة الجميلة اللي ساعدتني في ان انا اطلع فكرة التصميم كله. بعد كده الجزء الخاص بالازازة ده كان 3D، فقلت هي لو اتحطت واقفة كده، اول حاجة هتغطي على البرج اللي ورا، تاني حاجة مش وزن التصميم قوي، فقلت خلاص انا هجيب الزاوية دي احطها على التلج عندي من قدام هنا كده، ومختلفة يعني ظهر المعالم اللي ورا لانها برضو مهمة، والزاوية كده ملفتة، واول حاجة عينك هتقع عليها هي الازاز. طيب اصعب حاجة واجهتني في البروجكت ده ان الشفافية بتاعت الازازة طلعت متعبة جدا، وبعد محاولات كتير وشفت كمية توتوريالز غير طبيعية، لقيت ان في طريقة سهلة قوي تقدر تعمل بيها الشفافية مع بعض التعديلات، وهي ان انت لو عندك خلفية زي دي تسحب الازازة تحطها عندك. عشان تخلي الازازة دي شفافة هتعمل دبليكيت للخلفية، تمام، وتعمل دبليكيت للازازة، وهتاخد اللير اللي انت قررتها من الخلفية تحطها على الازازة ماسك. بعد كده هتخلي المود بتاعها سوفت لايت، عمل لك الازازة شفافة خالص وظهر لك الحاجات اللي وراها، فتبدأ تعمل ماسك على اللاير دي وتشيل الحاجات اللي انت عايز تشيل منها الافكت. الغطاء انت محتاج يبقى بألوانه الطبيعية فتمسحه من الماسك من هنا. الليبل برضو كذلك محتاجها بألوانها الطبيعية فتشيل الافكت من على الليبل. تبدأ بقى من بلند اف تبدأ تظبط في الاسود والابيض والحاجات دي كلها لحد ما توصل للنتيجة اللي عجبك. فدي كانت من اصعب الحاجات اللي قابلتني في البروجكت ده. طيب فحطيت الازازة عندي وعملت الطريقة اهو بتاع السوفت لايت ان انت تدبليكيت الخلفية وتحطها، وبعدين جبت المية دي بدأت برضو ان هي تديني واقعية اكتر، ودي ان هي فرش عادية. خلال الموقع بتاع براش زي هحطه لك برضو في وصف الفيديو، تبدأ تكتب اي حاجة انت عايزها. فدي اللي انا استخدمتها بتاع البابلز دي، لما حطيتها برضو فوق كده الازازة ادتني واقعية حلوة قوي. بعد كده عملت شادو للازازة على القطعة بتاعت التلج اللي تحتها، وحبيت ان انا ازود موضوع او انهانس فكرة الجليد دي، فبدأت ان انا احط هنا قطع التلج اللي موجودة على القلعة دي، ودي من فري بيك جاهزة. كل اللي انا عملته ان انا دخلت كتبت كده سنو، وبدأت من الفيكتورز اخد الحاجات اللي هي دي بالظبط والعب في المود بتاعها فتديني التأثير ده. برضه حبيت بقى ورا كده احط شوية كلاودز على اساس المباني والكلام ده، واضيف شوية افكتات كده زي الفوج اللي ورا ده والفوج اللي عندي هنا ده بين الابراج عشان يديني دبس في الموضوع. بعد كده الجزء الاسود ده ما كانش عاجبني، فبالجنريتيف فيل حددت المنطقة دي وكتبت ان انا عايزها تبقى بحيرة من التلج، فاداني النتيجة دي بصراحة ممتازة جدا. عملت كولر لوك اب كده عشان اغمق الالوان بتاع الموضوع، خليت اللي هو ليت سانسيت. بعد كده حطيت عندي الجمل هنا. هيتبقى عندك بقى القطع بتاع القلعة اللي ورا ده، فعشان اظبطه عملته بالجنريتيف فيل، فبدأ ان هو ظبط لي الجزء ده كده. بعد كده الحتة اللي هنا دي برضو كان صعب ان انت تظبطها، فعملتها بالجنريتيف فيل ان هو يديني الشطفة اللي هنا دي عشان الازازة ضغطة على التلج. بعد كده يعمل لي الجزء بتاع الشادو ده، فبرضه مطلع لي النتيجة حلوة قوي، حاجات عالية وواطية، وفي شادو اصفر ازرق كده جوه نتيجة انعكاس ازازة المية على التلج. بعد كده بقى اخر مرحلة كانت مرحلة الداتا، فحطيت اللوجوهات بتاعتي والتكست وظبطت الدنيا. طيب التصميم ده حقق نجاح كبير جدا الحمد لله، وناس كتير بعتت لي، وده زي ما قلته لك بسبب ان انت ما تستغناش عن البروسيس، لان انت تسيرش وتدور وتشوف حاجات اتعملت وتبدأ تشوف استوكات،
كل ده بسبب الاستوكايه اللي انا شفتها على شاتر ستوك في ان انا اطلع فكره التصميم كامله وحاجه مختلفه ما اتعملتش قبل كده خالص. اتمنى لو انت كنت اول مره تشوفني ما تنساش تدعمني باشتراك القناه، تعمل لايك للفيديو وتكتب لي رايك في الكومنت. اشوفكم في فيديوهات جايه اقوى واقوى. سلام.